بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، معاكم خالد علي مدرس الانجليش. النهارده هنفرق لكم بين كام كلمه كده دايما بتلخبطنا، كلمه include وكلمه include وكلمه consist وكلمه contain. براحه بقى كده. include معناها يشمل او يتضمن، كأني مثلا دخلت اوتيل والراجل بيقول لي هنا السعر بيشمل الضريبه، يقول لي كده ان البرايس includes tax، او ان الاقامه بتشمل الفطار يقول لي كده ان the stay includes breakfast. دي include. طيب includes دي بتاخد حرفين جر، بتاخد حرف الجر of اف واحده وحرف الجر ان. دي معناه ليها معنيين، معناها يرفق، زي ان انا بعت جواب مثلا وحطيت جوه الجواب ده صوره، يبقى انا كده include. ومعناها يحيط بيه، يعمل سور حوالين حاجه، فينفع نقول I enclosed my house with a wall، يعني يحيط بيه. دي include. consist دي بتاعت حرف الجر of اف واحده. in consist of يعني يتكون من. شقتكم 3 اوض، تقول our flat consists of، بتتكون من 3 rooms. اما contain يعني يحوي شيء جوه شيء، كأن الازازه دي فيها ميه فاقول ان الازازه دي contains water، يعني بداخلها ميه. تحوي يعني شيء جوه شيء. الاوضه جواها كراسي اقول ان الروم دي contains chairs. ودي الفرق بين include و include consist و contain. good luck.